بعد جدل واسع بشأن غياب المعلومة الرسمية حول الوضع الصحي لعدد من اللاعبين، أنهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حالة الترقب التي رافقت استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم عام 2026، معلنة غياب عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد عن البطولة بسبب الإصابة، مقابل استدعاء أمين سباعي ومروان سعدان لتعويضهما في اللائحة النهائية لأسود الأطلس. وأكدت الجامعة في بلاغ صدر اليوم الجمعة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الزلزولي أظهرت إصابته بالتواء في الركبة اليمنى مصحوب بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، وهي إصابة تتطلب فترة علاج وتأهيل طويلة، ما يحرمه من المشاركة في المونديال. وفيما يخص نايف أكرد، أوضح البلاغ أن اللاعب حقق تقدما ملحوظا في مرحلة التعافي خلال الأسابيع الماضية، غير أن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة جاهزيته البدنية والتنافسية بشكل. وبناء على التقارير الطبية، قرر الناخب الوطني محمد وهبي توجيه الدعوة إلى أمين سباعي ومروان سعدان للانضمام إلى القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا، بعدما كان ضمن اللائحة الاحتياطية خلال التجمع الإعدادي الأخير. وشددت الجامعة على أن الوضع الصحي العام لعناصر المنتخب يبقى مطمئنا، ما ورد أن أغلب لاعبين يواصلون تحضيراتهم في ظروف عادية وفق البرنامج المسطر استعدادا لخوض المنافسة العالمية. وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على استمرار متابعة الحالة الصحية للاعبين المصابين، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للزلزولي وأكرد، ومشدد على أن غيابهما عن النهائيات لا ينقص من مكانتهما داخل المجموعة التي تستعد لخوض استحقاق عالمي تراهن الجماهير المغربية على تحقيق مشاركة مميزة فيه.